السادة والسيدات أينما كنتم من الفضائية اليوتيوبية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. كلية أوروبا الطبية تخرج دفعة جديدة من طلابها. السيطرة على الجراد الصحراوي في قلعلو. عقد سينارات شعبية في أمريكا بشعار التعبئة ضرورة مرحلية. إيطاليا وفرنسا توقعان على معاهدة لإنهاء الخلافات. مقتل العشرات في حادث داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا. ثاني وفد أمريكي خلال شهر يزور تايوان. أهلا بكم من التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز العزل والفحص في أقاليم الجنوب والأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 20 مواطنا بكوفيد-19، وظهرت 10 إصابة في مراكز الفحص في الإقليم الجنوبي، 6 من مايدمة و2 في دبروة وواحدة في كل من مندفرة وعرزة، بالإضافة إلى 8 إصابات في الإقليم الأوسط، 5 في مراكز العزل و3 في مركز الفحص و1 في سنبل و2 قادمان من عصب وعد خالة، وإصابتان في حمل مالو وعلاب العيد بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 28 مريضا، 24 من الإقليم الجنوبي و4 من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 7305، شفي منهم 7076، ووفاة 60 مريضا، فيما لا يزال 169 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من نوفمبر 2021. خرجت كلية أوروبا للطب والعلوم الصحية 230 طالبا، بينهم 121 طالبا اليوم 27 من نوفمبر بدرجتي البكالوريوس والدبلوم. وتخرج بالبكالوريوس 36 طبيبا بالطب العمومي، و27 بعلوم التحاليل الطبية، و9 في طب العيون، و7 في التمريض، و3 في رعاية صحة العيون، و32 في الصيدلة، و22 في الصحة العامة. وفي الدبلوم 88 في الرعاية العامة، و3 فنيو صيدلة، و1 فني تحاليل، و1 فني أشعة سينية، و1 في صحة البيئة. وأوضح عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور يمان سيوم في مراسم التخريج في جامعة أسمرة أن قطاع الصحة من أولى أولويات برامج التنمية للحكومة، ولتحقيق ذلك تعمل الكلية لتخريج مهنيين أكفاء لضمان تأمين خدمات متزنة وعادلة. وقال أن الحصول على ثقة المرضى من العوامل الأساسية في مهنة الطب، ناصحا الخريجين لخدمة المرضى بالأخلاق والرعاية والاهتمام. وهنأ ممثل الخريجين أولياء الأمور والمدرسين وكافة المساهمين، مؤكدا إعدادهم جيدا والاستعداد لتطبيق الدراسة لخدمة الشعب. وقيمت كلية أوروبا للطب والعلوم الصحية عام 2018 بضم مدرسة أوروبا للطب العام وطب الأسنان وكلية أسمرة للعلوم الصحية. وخرجت كلية العلوم الصحية حتى الآن 2060 بالبكالوريوس و2693 بالدبلوم. ومدرسة أوروبا للطب العام وطب الأسنان 445 في الطب العمومي، و83 في طب الأسنان، و28 طبيبا في تخصص الجراحة والنساء والولادة، و556 في طب الأطفال. أعلنت وزارة الزراعة السيطرة على حورية الجراد الصحراوي الذي أباضه الجراد القادم من دولة مجاورة يوم 16 من أكتوبر في منطقة عدايتو في مديرية قلعلو. وأوضح مسؤول الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيد قبرص قبير أن الجراد الصحراوي انتشر إلى سهول سيموتي ومزارع بويا ووضع البيض لإيجاده الرطوبة الكافية، وقد اتخذت خطوات لإبادته بعد خروج الحورية نتيجة الاستعدادات المسبقة في القدرات البشرية ومعدات الرش. وأوضح مسؤول وزارة الزراعة في مديرية مصوع السيد داوود أنغسوم السيطرة على
الجراد الصحراوي الذي انتشر في مساحة 110 هكتار بتضافر جهود سكان بويا والشباب والإدارات وأعضاء قوات الدفاع ووزارة الزراعة في الفترة من 10 وحتى 19 من نوفمبر دون إحداث أضرار في المزارع والقطاع النباتي. وأشاد مسؤول الزراعة في مديرية قلعة السيد يوسف حسين بتعاون الشعب وخبراء الزراعة والجهات الحكومية والجيش داعيا لمواصلة المتابعة والمراقبة وإبلاغ الشعب لمكاتب وزارة الزراعة في حال ظهور الجراد. عقد القائم بأعمال السفارة الإيطالية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان جبريهوت عقد سيمينارات شعبية واسعة من 31 من أكتوبر حتى 21 من نوفمبر. وأوضح السيد برهان في السيمينارات التي عقدها في مدن واشنطن وسياتل وأوكلاند وهيوستن وشيكاغو ونيويورك بعنوان التعبئة ضرورة مرحلية. أوضح راهن الأوضاع في البلاد والتطورات في منطقة القرن الأفريقي والعالم خاصة مع التدخل السلبي الخارجي في الشؤون الداخلية للمنطقة. وشرح الأوضاع الجديدة التي تشهدها المنطقة والتطورات المعادية لمرحلة تمتين السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي الذي شهدته منطقة القرن الأفريقي في السنوات الثلاثة الماضية والتدخلات السلبية للدول الغربية والمعوقات والتحديات التي خلقتها، قائلا أن التدخل الجائر المبني على الأكاذيب يأتي في وقت تنامي وعي شعوب المنطقة والعالم وتزايد الفرص للتصدي بصورة مشتركة. وقدم توضيحا موسعا لبرنامج التعبئة المرحلية للإيطاليين في الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الوعي وتمتين وحدة الشعب والدبلوماسية الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي ودعم معيشة الشعب والدفع بالاقتصاد الوطني. وأوضح المشاركون إدراكهم التحديات التي خلقتها التدخلات الخارجية على المنطقة مشيدين بجهود الشعب والحكومة وقوات الدفاع الإريترية لضمان تأمين الوحدة الوطنية والسيادة، مؤكدين على الاستعداد للإيفاء بكل المتطلبات. قيم الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي أنشطته يومي 24 و25 في مدينة مندفرة، وبحث الاجتماع الذي شاركت فيه المسؤولات من 12 مديرية تقارير برامج العام الماضي في التأطير والتدريب ومحاربة العادات الضارة ومكافحة وباء كورونا والتحديات. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سنايت أفرق تنظيم دورات تدريبية للمرأة في تربية الدجاج والنحل وتقديم الفراخ والمناحل لهن لبدء العمل ومساعدتهن بالعلف. وأشارت إلى تقديم التأهيل لمكافحة الملاريا ورعاية الأمومة والطفولة إلى جانب أنشطة التوعية لمكافحة كورونا. ودعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفى ميكائيل دعت مسؤولات الاتحاد للعمل من أجل المشاركة النشطة للمرأة في مرحلة التعبئة والتصدي الراهنة، وشرحت برامج عمل عام 2022. من جانبه أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتين أن إدارة الإقليم ستتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة في جهود التوعية والتنظيم، داعيا الاهتمام بالشباب لتعزيز المساواة. تلقى 85 شابا من مديرية دبروة دورة تدريبية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المجاري والتوعية السياسية. وتم التوضيح في مناسبة الاختتام تقديم مصروف مالي تشجيع للمتدربين في المجاري لفترة 5 أشهر. وأوضح مدير مديرية دبروة السيد فراونجيل تخلى هيمانوت في ختام الدورة التدريبية أن إدارة المديرية ستعمل حسب المستطاع لخلق فرص العمل للشباب المتدربين في المديرية في فترات مختلفة. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على معاهدة كورينالي لإنهاء الخلافات السياسية بين البلدين حسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية. وشهد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا التوقيع على المعاهدة التي تهدف أيضا لتعزيز العلاقات الثنائية
بين فرنسا وإيطاليا من خلال مشاورات حكومية منظمة بعد سنوات من الخلافات حول عدد من ملفات السياسة الخارجية، على رأسها الملف الليبي. ولدخولها حيز التنفيذ لا بد أن يتم التصديق على معاهدة الكورينالي من قبل برلمانات كلتا الدولتين كمعاهدة دولية. لقي 52 شخصا مصرعهم في حادث وقع في منجم للفحم الحجري في سيبيريا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية في كارثة جديدة في قطاع قريبا ما يشهد حوادث مشابهة. ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر في أجهزة الطوارئ قولها أنه وفقا للمعلومات الأولية لم ينجو أحد في المنجم وقد قتل 52 شخصا. وأوردت الحصيلة نفسها وكالتا ريا نوفوتسي وانترفاكس للأنباء مشيرتين إلى أن القتلى يتوزعون على 46 عاملا و6 مسعفين. أفادت وسائل إعلام صينية أن وفدا للمشرعين الأمريكيين زار جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وهي ثاني زيارة لهذا الوفد من نوعها خلال الشهر الأخير. وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا من 5 مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين برئاسة النائب الديمقراطي مارك تاكانو وصل إلى تايوان. وأكد المركز الأمريكي في تايوان وصول وفد الكونغرس بهذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا، مشيرا إلى أن الوفد سيبحث العلاقات الثنائية بين واشنطن وسلطات الجزيرة وقضايا الأمن الإقليمي وغيرها. وكانت السلطات الصينية قد عبرت في وقت سابق من الشهر عن احتجاجها على زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لجزيرة تايوان التي تحكمها حكومة مستقلة عن بكين. في الختام نذكركم بأبرز العناوين. كلية التراث الطبية تخرج دفعة جديدة من طلابها. السيطرة على الجراد الصحراوي في قلعلو. عقد سيمينارات شعبية في مختلف المدن الأمريكية. إيطاليا وفرنسا توقعان على معاهدة لإنهاء الخلافات. مقتل العشرات في حادث داخل منجم للفحم في سيبيريا. والثاني وفد أمريكي يزور تايوان خلال شهر. في أمان الله وحفظه.